وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ايه رايكم بقى؟ هعمل معاكم دوناتس حلو جدا، هيعجبكم، جربوه. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني عشان يوصلكم كل جديد. اولا هجيب معايا كوبايه لبن تكون دافيه، واحط عليها كيس خميره فوريه و3 معالق سكر، واقلبهم كويس، واحط بيضايه واقلبها برضو كويس. تمام. البيض حلو جدا يا جماعه في المعجنات، بيديله طراوه حلوه جدا. واحط رشه فانيليا، الفانيليا برضو اساس المعجنات معايا. واقلب الخليط ده كله كويس. تمام. ومعايا نص كيلو دقيق، 4 كوبايات دقيق اللي هو نص كيلو، عشان بس ايه تعرفي تعايري 4 كوبايات. تمام. واقلبه كويس، اقلبه بقى كويس جدا بالاسباتيولا معايا. انا مش بس عايزه احط ايدي في الدقيق دلوقتي إيه لما يتجانس كله مع بعضه عشان ما يبهدليش ايديا. تمام. انا هقلب الخليط ده، وطبعا رشه ملح يا جماعه، ما تنسوش الملح في المعجنات بيبقى حلو جدا، ده اساسي طبعا، رشه ملح صغيره بس. تمام. انا هقلب بقى هنا بايدي، انا مش هحط اي سوائل تاني دلوقتي، انا حطيت بس الميه وحطيت اللبن، قصدي اسفه معلش، وحطيت البضايه. تمام. وهقلب بقى كده شويه، ومعايا نص كوبايه ميه. انا مش هحط الميه كلها، انا هحط حبه بحبه، بس هي تاخد معايا نص كوبايه كلهم. تمام. انا لسه مش هحط ولا زبده ولا احط زيت دلوقتي خالص. هي كده خدت معايا نص كوبايه ميه. هعجنها برضو كويس. طبعا يا جماعه انا مش هقدر اقول لكم على كميه السوائل، يعني انا هقول لكم على المقدار اللي خد معايا بالظبط. بس طبعا انت لما تيجي تعملي ما ينفعش تحطي كميه السوائل كلها مره واحده. ليه؟ لان بيختلف من نوع دقيق للتاني. فانا الدقيق اللي معايا دون هقول لكم على كميه السوائل اللي خدها بالظبط. انا هنا بقى بحط العجينه على الرخامه. انا بقى بصوا بعد كده هحط بالمعلقه، عشان ايه العجينه كانت خلاص ابتدت، يعني اللي هي انا عايزاها طريه، بس اللي هي كانت ايه محتاجة شوية مية كمان. فانا هحط بقى بالمعلقة، انا دلوقتي حطيت معلقتين مية. تمام. وهقلبها كويس معايا وخلاص. يعني هي بصوا انا حطيت لها معلقة كمان او معلقتين كمان، يعني هي خدت معايا بتاع كوباية الا ربع او اقل كده. تمام. الاول حطينا نص كوباية ده غير اللبن، يعني هي خدت معايا سوائل كوبايتين الا ربع، كوباية لبن وكوباية الا ربع مية، بس طبعا حطي حبة بحبة على حسب نوع الدقيق بتاعك. بس انا كنت خلاص بقى عملت العجينة كويس، وكانت خلاص نعمت جدا من المية. بعد بقى ما العجينة تنعم جدا وخلاص هي مش محتاجة اي سوائل تاني معايا، اروح بقى جايبه لها معلقتين زبدة. الزبدة بقى اروح حطها دلوقتي، ما تقلقوش هتلاقوا العجينة فكت معاكم كده، بس ده طبيعي، ما تقلقوش جدا. اعجنوها بس كويس تاني، وبصوا هتلاقيها ابتدت تلم معايا خالص. بصوا مرة على شوية بشوية هتلاقيها ابتدت تلم. انا كده خلاص، انا كنت قعدت عجنت فيها بتاع 10 دقايق او ربع ساعة. الزبده في المعجنات في الاخر كده يا جماعه بتبقى حلوه جدا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، العجينه بتمط معايا وطريه جدا وناعمه، بتلزق حاجه بسيطه جدا. جبت بقى معايا الطبق او البوله بتاعتي، حطيت فيها دهنه زيت من تحت، واحط فيها دهنه زيت من على الوش. تمام. غطيها بقى كويس بالكيس معايا، او عندك استريتش راب، وبعد كده غطيها بفوطه واسيبها بقى تخمر. ايه خدت معايا ساعه خميره. تمام. جبت بقى احط شويه دقيق على الرخامه كده، كانت خلاص ما شاء الله العجينه كانت خمرت وكانت جميله جدا. اهم حاجه العجينه طول ما انت شغاله فيها تغطيها، حتى لو هي قدامك على الرخامه تقطعيها تغطيها، تحطيها في الطبق، تحطي على دهنه زيت وهي بتخمر علشان وشها ما ينشفش منك. اوكي كده بقى انا خلاص كنت برشها بالدقيق. انا قسمت العجينه نصين، هركن النص على جنب والنص التاني هفرده بقى عشان خاطر ايه اقطعه. عندك قطعة دوناتس تمام ماشي مفيش مشكلة، ما عندكيش طبعا مش هنقف عليه، كل حاجة طبعا وليها بدايل. تمام. انا هعملها بكوباية او بكوباية يكون بقها واسع شوية. عندك طبق تمام ماشي اعملي بالطبق مفيش مشكلة، بس انا كنت عاوزة اعمل دوناتس ميني اللي هو الصغير ده، لان انا كنت عاملاه ساعة عيد ميلاد ابني، فمكنتش عاوزة اعمل اللي هو الكبير ده. فانتي عايزه تعملي الكبير بطبق صغير اللي هي البوله الصغيره دي وقطعي بيها، ما عندكيش اعملي بكوبايه مفيش مشكله. بس انا هفرد بقى معايا الجزء الاولاني اللي انا قطعته من العجينه. تمام. وهجيب بقى معايا الطبق. انا مرضيتش اعمل طبعا بالطبق، انتي براحتك. عملت بكوبايه، حطيت كده في الدقيق شويه وشها بس كده من فوق عشان خاطر ايه ما تلزقش في العجينه معايا كده. معلش المقطع ده ما عرفتش الكاميرا فصلت، فانا قطعتها وسبتها وريتكم. بس بصوا عشان طبعا احنا ما عندناش قطاعة دوناتس، فاحنا عايزينه دوناتس زي بتاع بره. فجبت غطا ازازه كده يكون نضيف وقطعته كويس من النص، نزلت بيه في الدقيق الاول وبعد كده خرمت قطعت بيه الدوناتس.
بس سهل جدا. وانا برضو كنت عامله دونات سليم، مرضتش اقطعه، مرضتش افتحه من النص يعني، حبيت ان انا احشيه من جوه يعني كتغيير يعني. بس ده كده كان تفكروش يعني ان هو صغير كده، هو لسه هيخمر يا جماعه معانا. وكان حلو جدا، والعجينه بتاعته كانت ما شاء الله. اهم حاجه في الدوناتس العجينه. انا بقى هنا سبته يخمر بتاع نص ساعه كمان. واهم حاجه ورق الزبده، تمام، ما تنسوش ورق الزبده لان هو هيخمر وهيلزق في مكانه. فشو انتوا شايفين ان هو لازق اهو في ورق الزبده، فلازم ما تقلقوش يعني، ما ينفعش تحطوه كده على الرخامه او في صينيه او في اي حاجه من غير ورق الزبده ده. انا قطعته وقصقصته كده على قد كل واحده عشان احطها في الزيت زي ما هي، لان كان في لازق في ورق الزبده وفي ما كانش لازق. بس انا حطيته في الاول كده بورق الزبده، هو مسافه بس ما بينزل في الزيت وبيتقلب على الجنب التاني خلاص هو بيتشال وبس. فانا هو ما خدش معايا وقت خالص في الآلية بتاعته. كنت مهديه النار طبعا، تمام، وخد وش على طول. وده بقى معايا بصوا، ما كانش محتاج ان انا انه ما كانش لازق في ورق الزبده اصلا. لما تيجي تمسكوه امسكوه بالراحه جدا، لان هو طبعا خمران، فمسافه لو صباعك جه عليه هيطبع فيه وهيهبطه على طول. فانا كنت بمسكها بالراحه جدا، لقيتها مش محتاجه ان انا احطها بورق الزبده. ودي بقى طبعا الكور اللي احنا قطعناها منه هنليها برضو. كان حلو جدا، جربوه. الولاد بيحبوه جدا، وحاجة سهلة وطبعا انتوا عارفين الدوناتس بره غالي، فلما تعمليه ولادك في البيت شوفي بنص كيلو دقيق هنعمل كمية قد ايه ما شاء الله يعني. عايزه بقى تزينيه زي ما انت عاوزه. عاوزه صوص شوكولاته، انا كنت جايبه صوص كراميل وصوص فراوله. عايزه تعملي بصوص شوكولاته بيضه، شوكولاته دارك، تعملي بصوص فراوله زي ما انت عاوزه. تحطي عليه سكر بودر من على الوش. بصي يعني التزيين ده يرجع ليكي انت. بس هنا كنت خلاص ما شاء الله، هو عمل معايا على طول. حمرته بسرعه، ما خدش معايا وقت خالص. طبعا الزيت بيبقى هادي عليه جدا، مش جدا خالص يعني اللي هو لا، بيبقى زيت هادي علشان خاطر هو ما يتحرقش، عشان بتاخد وش معاكي على طول. دي الاولانيه اللي زي ما انتم شايفين كده، انا كنت سايباها سليمه ما خرمتهاش من النص. عايزه تعمليها من جوه، اللهم صل على النبي، تفتحيها تحطيها من جوه، تحشيها بصوص باي حاجه زي ما انت عاوزه. تمام. انا هنا كنت معايا جايبه صوص شوكولاته، صوص فراوله قصدي. وبرده كنت جايبه صوص كراميل، بس معلش المقطع بتاع صوص الكراميل التليفون كنت بصور بيه من بدري، وكان كل شويه يفصل مني غصب عني من غير ما اشوفه. بس كان حلو جدا جدا وعجب كل اللي ضاقوا. جربوه يا جماعه بالطريقه دي. وحبايبي لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا له اشتراك للقناه عشان يوصلكوا كل جديد. وده كان دوناتس معايا كان ما شاء الله. وده كان اللي هناك ده صوص الكراميل اللي كنت مزينه بيه، بس معلش بقى المقطع ده ما تصورش. ما تنسوش اللايك حبايبي، وتنسوش تعملوا لي كومنت وتقولوا رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.